غيابات النادي الأهلي اليوم والتشكيل المتوقع للفريقين قبل مباراة القمة اليوم. غيابات النادي الأهلي مؤثرة، لأن أول غياب إمام عاشور أحسن لعيب في الأهلي الموسم الماضي وأحسن لعيب في مصر. أحمد السيد زيزو أفضل جناح في مصر وأفريقيا. محمد مجدي قفشة غيابه مش هيبقى مؤثر. في محمد شكري وكريم فؤاد باكات الشمال هيأثرهم على النادي الأهلي اليوم. والمهاجم جراديشار طبعا هيبقى غيابه مؤثر، لأن احنا ما عندناش على محمد شريف. محمد شريف مستواه سيء الأيام دي. التشكيل المتوقع هيلعب بمحمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، ياسين مرعي. هيلعب باك ليفت يا إما مصطفى العش أو أحمد نبيل كوكا. هيلعب بمروان عطية، علي ديانج في نص الملعب معاهم محمد علي بن رمضان. هيلعب تريزيجيه، بن شرقي، محمد شريف. والتشكيل المتوقع للنادي الأهلي. تشكيل متوقع لنادي الزمالك هيلعب محمد صبحي، هيلعب عمر جابر، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمود بن تايج. هيلعب بنبيل دونجا، ناصر ماهر. هيلعب بعبد الله السعيد، هيلعب بإخوان بزيرة، هيلعب بآدم كايد أو شيكو بنزا، وهيلعب بعضي دباغ مهاجم. التشكيل متوقع لنادي الزمالك. إن شاء الله الأهلي يكسب ويفرحنا بإذن الله.